ازيك؟ انا حسني عادل، وده قلم. كل ما يخلص بجيب غيره، نفس النوع نفس اللون. ده مش قلم. كل الفكره ان القلم ده بيخليني اكتب بشكل اسرع مريح لايدي. القلم ده حاجه بحبها، انا اخترت حاجه واحده ومتمسك بيها ومش مهتم ان انا اغيرها. هل دي انانيه؟ بس هجاوبك ان في حاجات تانية في حياتي محتاجه تتطور اكتر من القلم. محتاجين نفهم مع بعض الاول يعني ايه انانيه. هي ان الشخص يحط نفسه واحتياجاته ومصلحته قبل اي حاجه وقبل اي حد تاني، حتى لو ده هيأذي اللي حواليه. بس في مفهوم تاني عايزينه معانا، حب النفس، هو انك تحافظ على وقتك، طاقتك، كرامتك، وبرضه من غير ما تأذي حد. المفاهيم احيانا عندنا بتدخل في بعض، فاحنا ساعات ممكن نشوف حب النفس انانيه، او الانانيه هي حب النفس. القلم يخش معانا في خانه حب النفس. ليه؟ لان بالقلم ده سرعت شغلي، ريحت معصم ايدي لان انا متعود على مسكته ومش محتاج اغيره، مش محتاج اكتر منه للحاجه اللي انا بعملها. ممكن في حاجات جديده طلعت كتير هتبقى احسن منه، اكتب على الكمبيوتر او الفون مثلا، بس هجاوبك ان في حاجات تانية في حياتي محتاجه تطور اكتر من القلم. وهي دي الفكره. فكرتنا ان احنا بنشوف حب النفس رفاهيه او مشتتين وسط مليون حاجه مخلينا مش بنفكر فيها اصلا، زي الوقت، المعرفه، القوه، العباده، النفسيه. قلنا ان حب النفس بيساعدك على الانتاجيه. الوقت مش انك تملاه، لكن انك تختار تحطه في ايه. المعرفه مش انك تعرف كل حاجه، لكن انك تعرف ايه اللي تستاهل تعرفه. القوه مش انك تستحمل كل شيء، لكن انك تقول لا للشيء اللي بيستنزفك. العباده مش عاده، دي اعاده ضبط. النفسيه مش رفاهيه، دي الاساس. حب النفس مش انك تختار نفسك ضد كل الناس، لكن انك تختار نفسك كويس مع الناس. مش كل تمسك انانيه، احيانا بيكون وعي، واحيانا بيكون احترام لوقتك، لطاقتك، لنفسك. انا مش متمسك بالقلم ده، انا متمسك باللي بيخليني احسن. فهمت حاجه؟